انت بتقرص بالظبط. انت مش ليك عيال تشوف. حلو حلو. فرصه زي دي ولا احلى منها. يا راجل على الجديد يعني. اه العالم الغلابه. انا زهقت من بني سويف، عايز اروح حر. بتمشي انت من فتحيه تروح بني سويف. العب دوس هنا. ضغطت على الناس. العب 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 محدش يخسر. لقيت نفسي لما عرفت أنا مين، لما عرفت أقدر أعمل إيه. كتير دورت على نفسي في بنت أحبها أو في حاجة تشغلني، لكن دايما في حاجة ناقصة. إحساسي بقيمتي، إحساسي بإني ليا. كنت عارف إن هيجي يوم وأعرف أنا عايز إيه. لقيت نفسي لما حسيت إن ليا قيمة، إني ممكن أساعد غيري. أهم حاجة إن الواحد يكون عنده حلم، بس الأهم إن الواحد يقدر يحققه. مهم أوي يكون عندك حلم شخصي. مهم أكتر يكون في حلم جماعي. حلمي جزء مهم من الحلم الجماعي. عرفت إن أهم خطوة علشان أحقق حلمي إني أساهم في تحقيق أحلام الآخرين. حلمنا إن كل مصري يبقى ليه دور. حلمنا كلنا هي مصر. اللي احنا بنعمله ده حاجة من أهم الحاجات اللي بيعملها المركز المصري للتطوع. مبادرة بتشتغل في 8 محافظات في نفس الوقت. عندنا شغل كتير جدا، كل محافظة أكتر من 200 متطوع، قيادات بتشتغل معانا. يعني الوضع محتاج مننا تركيز. التطوع، هذه الكلمة قد تبدو بسيطة، لكنها تحمل في طياتها العديد من المعاني والأفعال. مصر من البلاد التي يتميز شعبها بروح المساعدة وروح العطاء، لكن التطوع المنظم الذي يستهدف التنمية ليس من الثقافات السائدة، في حين أن مصر تملك من المقومات ما يجعلها في مقدمة الدول التي يمكن أن تقدم نموذجاً للتطوع والتنمية. احنا النهارده هنا في قريه ام خنان لتنفيذ مبادره اخدم بلدك، المبادره اللي بتنفذها جمعيه الشباب للسكان والتنميه بالتعاون مع وزاره الشباب. المبادره ديت نتجت عن الدراسه اللي تمت في القريه من وقت قريب، وكان نتج عنها مجموعه من الملاحظات اللي احنا ممكن يبقى لنا جهود تطوعيه فيها ونقدر نساهم في حل المشكلات الموجوده فيها. المحاور ديت او الملاحظات ديت تم تصميمها في مجموعه من المحاور زي البيئه والصحه والرياضه والتعليم والبطاله. عندنا البوسطة في وشنا هنا على طول، فيها زبالة كتير، والناس اللي بتيجي تقبض بيبقوا قاعدين في الشارع، مفيش مكان يقعدوا فيه ولا في حتة نظيفة يقعدوا فيها. بعدين اللي بيجي يقبض بيروح رابط الحمارة بتاعته قدام الباب، في زبالة وفي حاجات وحشة مش كويس. أحيانا بنفتكر إن التطوع هو من خلال مشاركتنا في نشاط معين، في حدث معين، وإن ده بينتهي بانتهاء الحدث ده.
لكن الحقيقه ان التطوع ممكن يكون ليه دور كبير قوي في مجالات مختلفه. من اهم المجالات دي مثلا الصحه. فنقدر نقول ان التطوع ممكن يشارك في مجال الصحه من خلال التوعيه. نقدر كلنا نتطوع علشان نقول كلام كتير ونوعي الناس، لان عمرنا ما هنقدر نغير اتجاهات او سلوك الناس الا لو كان عندهم معرفه في الاول. الشباب دول عدوا عليها كل شقه 3 شنط، جبت لنا 3 شنط، شنطه للزباله وشنطه للبلاستيك وشنطه للازاز. عملوا عن مشروع المتطور ده نظافه البيئه، نظافه البلد. إن الشباب هم من يملكون إرادة التغيير، فلديهم الأحلام والابتكار والقدرة على تنفيذ تلك الأفكار. كل هذا ما جعلنا نفكر في الشباب والتطوع من أجل التنمية، ليس فقط تنمية المجتمع ولكن تنمية الشباب أنفسهم. حياتي قبل التطوع كانت ولا حاجة تقريبا، لكن بعد التطوع حسيت ان انا انسان. مش لاني بخدم جماعة، انا يكفي بس ان انا بخدم فرد واحد، ده بيحسسني بكينونتي، ده بيحسسني بحاجات كتير قوي ما كنتش حاسس بيها قبل التطوع. لكن بعد اول عمل تطوعي الواحد قام بيه فعلا حسيت بمسؤوليه. الواحد بيعمل حاجه تحسه بنفسه، ان الواحد يحس بالمسؤوليه بيخدم حد غيره، دي بتدي الواحد ثقه في النفس وخلته اكتر يعني مشاركه في المجتمع. طول عمري شايفه ان البنت ممكن تساعد وتقدر اللي هي تخدم بلدها باي حاجه تقدمها ليها، تشارك في قلب الخدمه ديت. ومن خلال العمل التطوعي فعلا قدرت اساعد الوطن واقدم يعني ابسط شيء. من خلال مشاركتي كشاب في العمل التطوعي حسيت ان انا بقى ليا دور في الحياه، او بمعنى اخر ان انا ليا لازمه في الحياه. احنا مجموعه من المعاقين مركز شباب وسيم جايين هنا نشارك مع جمعيه الشباب للسكان والتنميه لتطوير قريه ام خنان وتحسين الخدمات فيها. واحنا قمنا بحصر المتسربين من التعليم والاميين، وهنبدا نشتغل على الاساس ده. وانا بقول ان المعوق مش لا يقتصر نشاطه على الاعاقه فقط والرياضه، بل ممكن يتطوع في اشياء اخرى وتفيد البلد وتفيد الناس. حضراتكم طبعا نماذج قدام الشباب اللي في القريه، لما بيلاقوكم انتم متحمسين، لما بيلاقوكم انتم يعني بتحفزوهم، بتقولوا لهم ان ده جزء اساسي من تنميه الشخص او تنميه قدراته، ان هو يبقى مشارك وان هو يبقى فعلا بيأدي حاجه مش بس لنفسه، بيخرج بره نفسه، بيخرج بره مشكلاته، بيبدا يبص على زمايله، بيبص على اهل قريته. فاحنا محتاجين حماسكم، محتاجين قدراتكم. طبعا مش بنقول ان الشباب بس هو اللي بيملك القدرات، حضراتكم عندكم خبره، بتمتلكوا كتير من الخبره، من العلاقات، من الافكار. لازم كل ده يندمج مع بعضه. ما ينفعش ان احنا نشتغل الشباب في وادي والقاده في وادي، لازم يحصل شراكه حقيقيه بين قاده البلد وبين الشباب. شبابنا شباب محترم ويحتاج لتوجيه وعاوز تدريب. شباب كويس بيخدمنا، نفسه يخدمنا باي حاجه، بيجي قال اللي انتوا عايزينه نقدر لكم. بيشجروا في حوالينا وبيشجروا في الطريق في الوحده الصحيه وعاملين فصل نحو الاميه، بيخدموا بيقولوا اي حاجه اللي انتوا عايزينها احنا نعملها لكم. البطاله قضيه كبيره بتواجه شبابنا. كنا دايما لما نيجي نكلمهم ان هم يتطوعوا معانا كانوا لنا ازاي اتطوع وانا مش لاقي شغل، وانا اتخرجت بقالي سنه ولا سنتين ومش لاقي عمل. بس ده ما كانش عاقل قدامه ان هو يجي يقف ويواجه المشكله دي معانا وان هو يجي يتطوع معانا. التطوع ده فتح له طريق كويس جدا ان هو اتعرف على ناس جديده، اتعرف على مؤسسات جديده، بدا يخليه يكتشف جواه مهارات ما كانش عارفها كويس، او ان هو ينمي مهارات اكتر جواه. وانا بدرس في كليه هندسه كان عندي خبرات كتيره في مجال الكمبيوتر، كان نفسي اخدم بيها اهل قريتي، وده ما اتحققش غير لما سمعت عن مبادره اخدم بلدك، وعن طريق انا اتطوعت في مركز الشباب عشان وجدت ان موجود ان في قاعه واجهزه كمبيوتر، فعن طريق كده انا قدرت ان انا اخدم اهل قريتي واتطوع عشان اخدم اهل قريتي. المركز المصري للتطوع كانت بدايه بناء حركه تطوعيه مصريه تساهم في عمليه التنميه. البدايه كانت في القاهره،
بس بعد كده لقينا ان احنا لازم نوصل كل قريه. بنحلم ان يبقى في مركز تطوع في كل قريه. عملنا علاقه مع وزاره الشباب، مضينا اتفاقيه مع وزاره الشباب لانشاء 50 مركز للتطوع داخل مراكز الشباب في 50 قريه مختلفه في 8 محافظات. عايز اقول لكم احنا في كل قريه دلوقتي عندنا مركز للتطوع، عندنا قاده متطوعين من القريه بيديروا المركز، بيشتغلوا في كل محاور التنميه، مش بس بيعملوا افكار بسيطه، مش بس بيعملوا حاجات تقليديه ان هم يعملوا تشجير او يشتركوا في حمله توعيه، لا فعلا في دراسات بتتم جوه القرى، في استبيانات بتحصل، في لقاءات مع الاهالي، في تنسيق مع الحكومه، في تنسيق مع كل الاجهزه اللي موجوده التنفيذيه في القريه. شغل بصراحه لو حبينا نعمله ولو حبينا نفكر ان احنا نعمله بالطريق التقليدي، ان احنا يبقى عندنا خطه حكوميه او جمعيه اهليه بتشتغل لوحدها، هناخد وقت طويل جدا وهناخد يعني مجهود كبير جدا، هنصرف فلوس كتير جدا. لكن اللي بيحصل دلوقتي هو ان احنا عندنا مجموعات من الشباب عندها الرغبه وعندها القدره ان هي تقول ان انا موجوده، ان انا اقدر اعمل حاجه لبلدي، اقدر اعمل حاجه لقريتي،